يا صباح الفل، صباح العسل، صباح الياسمين. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني يا رب اكون وحشتكم. انا مش شايفه بقى ان انا وحشتكم، لاني لو كنت وحشتكم كانت اللايكات تنزل عليا كتير كتير كتير. انا زعانه منكم. فين اللايكات؟ قلت لكم اللايكات دي حبكم ليا، مش بالكلام على فكره. مش معنى انا بنحبكم، لا، انا عايزه لايكات وعايزه كومنتات وحلوه زي العسل وزي السكر زيكم كده، احلى اخوات في الدنيا. تمام، ودعوة حلوة كده معاكم وانتوا بتكتبوا كده، واللايك اللايك اللايك والاشتراك اكيد. وبحبكم جدا وبشكركم ان انتم مشرفيني ومنوريني هنا في الفيديو بتاعي هيكون فيه النهارده، هيكون فيه حاجات كتير وفي وصفة حلوة زي ما احنا متعودين. ويلا بينا نبتدي الفيديو. انا اكيد بدأت الفيديو مع نفسي، بس قلت ان انا اخش عليكم بالمقدمة الحلوة اللذيذة الخطيرة دي، عشان انتوا اكيد ان انا وحشتكم على فكرة. صح ولا لا؟ فيلا بينا نشوف هنعمل ايه النهارده ويومنا ماشي ازاي. والحمد لله الاضاءه كانت زي الفل الحمد لله، والدنيا ماشيه تمام لغايه دلوقتي. طيب بتعملي ايه؟ بنعمل بقى هنا الريسبشن بنروقه. وطبعا انا ايدي في الحاجه على طول، بس اللي هو انا بحب الدنيا تبقى نظيفه وحلوه كده، قاعده في مكان نظيف ومكان متروق ومترتب، والدنيا تبقى لطيفه معايا. طيب انا طبعا عايزه اشكر كل الناس وكل حبايبي واخواتي اللي مدعميني في الانتساب. بشكركم كتير كتير كتير. فيديوهات الانتساب حلوه وجميله وقويه وجامده جامده جامده. وعلى فكره كل ما بنزل فيديوهات انتساب بتبقى اقوى من الفيديوهات اللي قبلها، بتبقى فيها مفاجآت كتير. فبشكر كل الناس اللي مشرفيني ومنوريني، وكل كلامكم الحلو وكل لايكاتكم، بجد انتم مش مقصرين معايا في اي حاجه. فبشكركم بشكركم بشكركم كتير قوي قوي. واللي ما دخلوش الانتساب انتوا اللي هتندموا على ده. ففيديوهات النسايب اللي نزلت امبارح خطيره خطيره خطيره، فبشكركم ان انتم شرفتوني ونورتوني فيها. فنكمل بقيه الفيديو مع بعض بقى. وهنا عملنا الريسبشن، عملنا الحته دي، فنخش بقى على الحته التانية وهننضفها وهنروقها وهنخليها زي الفل اهو، واحده واحده. وما تسيبيش الدنيا تتبهدل على دماغك، اللي هو انا يعني ايه اسيب بقى الدنيا يومين 3 وبعدين هقوم. لا، طب ليه؟ طب ما انتي تعمليها على طول وايدك تبقى معايا. على فكره ما تفتكروش ان انا مثلا لما بقعد يومين ما بنزلش فيديوهات ما بعملش حاجه، لا، يعني انا اكيد بعمل كل يوم وبخلي شقتي نظيفه. بس بيبقى يعني الوقت بقى اللي بنعمل فيه بقى التنظيف العميق اللي انتوا بتشوفوه، دي الدنيا فعلا بتبقى متبهدله. بس هنا بقى انا كنست الحته دي وحطيت السجاده بتاعتها وفرشتها كده، علشان لما ادخل على القطعه التانية او قطعه الريسبشن التانية الدنيا تبقى كويسه معايا. فلو وصلتم لغايه هنا اللايك الجامد والاشتراك ما تنسوش، ما تبخلوش عليا بيه لو انتوا بتحبوني. واكتبوا لي، انا بعمل لكم كل مره على فكره وصفات حلوه. هل الوصفات اللي انا بعملها لكم دي ليها اسم تاني عندكم ولا لا؟ يعني كل بلد ليها ثقافه زي ما دايما انا بقول. ليها طريقه اكل، ليها طريقه توابل، ليها طريقه حاجات تانية. فالاكله اللي انا بعملها او الوصفه انا بعملها ليها اسم غير اللي موجود عندنا ولا لا؟ مستنيه برضو في اي كومنت كده كتب لي تقولوا لي اسمها ايه الوصفه اللي انا بعملتها. وطبعا لو عايزين اي اكله تانية، عايزين اي حاجه، اكتبوا لي نعمل الاكل ده مع بعض على طول. ده الحاجه ندخلها المطبخ بقى. انا الشنطه دي سايباها عشان الم فيها اي تراب اي ورق اي حاجه، وبعدين ارميها في الباسكت على طول. تبقى برضو ان انا نظمت الدنيا على نفسي اهو، شايفين؟ هنا بشيل الحاجة اللي موجودة فوق الفرن وبنظمها كده. وحاجة عايزة تشيل في التلاجة هنشيلها برضو.
علشان الدنيا تبقى يعني بحبش اللي هو ايه اشيل من مكان لمكان لمكان، لا يعني انا في حاجه في ايديا ليها مكان محدد يبقى تتحط، حاجه في التلاجة، حاجه تتحط في المطبخ، حاجه تتحط في اوضه النوم، حاجه تتحط في الغسيل اللي مش نظيف. فبعمل كده يعني انا بنظم كده، انا بحب الدنيا تبقى منظمه على قد ما بقدر. اي نعم، حتى زي ما قلت لكم الواحد يبقى مش عندوش مثلا عفش لطيف او عفش كتير مثلا، بس كل واحد على قده، زي ما قلت لكم واحد على قد ما بيقدر يعمل بيعمل. اهم حاجه تبقى الدنيا نظيفه معاكي. بس كده انا مسحت هنا الترابيزه كمان. وخلصنا المنطقه دي او الحته دي خالص وخليناها زي الفل اهو. فهنكمل بقى بقيه الريسبشن. هو ما فيهوش اي حاجه. انا بقى عايزه اقول لكم انا المراوح كلها عايزه تتغسل، هاخدها في مره وهغسلها كلها بقى، وهنشوف هنعمل فيها ايه، عشان ده موضوعها موضوع بجد. شيل الكرسي ده نحطه مكانه عشان عامل لنا أزمة، ولو اتخبطت فيه هتعور، فأقول على ايه، فهحطه بقى كده على جنب، واروح شايلة الفرش اللي هو السجادة دي، واشيلها كده وانفضها. يبقى كده الدنيا كويسة جدا ولطيفة جدا جدا جدا. مين بقى وصل معايا لغاية هنا؟ ولو حد وصل لغاية هنا اكتبولي وصلتوا للدقيقة كام، او كنت بعمل ايه، عشان اعرف ان انتوا وصلتوا لغاية هنا وبتحبوني. تمام. شيل بقى السجادة دي علشان انفضها بره وتبقى الدنيا. بصوا بقى، ما بحبش بقى كده. بصوا بقى انا كده دماغي يعني اللي هو ايه، انا هجيب مكنسه، ولما اجيب مكنسه مش هبقى مقتنعه برضو. خلي بالك ابقى مقتنعه بكل حاجه المكنسه، محدش يقول يعني لا، اكيد مقتنع. بس بحب اشيل بقى السجاد كده وانفضه واروقه وبعدين افرشه. ياه، يا احساس تاني خالص. فهنا خلصنا. هو هنبدأ بقى نشيل بقى كل حاجة في الأرض، وأي حاجة في مكانها زي ما قلت لكم حطيناها في مكانها. بصوا الدنيا راقت والدنيا بقت متروقة والدنيا كانت مكركبة جدا جدا الصبح. فالحمد لله أنا قمت خلصت كله 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 بسرعة كده. قومي انتي كمان اتشجعي وشوفي وراكي ايه، ولو وراكي أكل اعمليه، ومتبخليش على نفسك في حاجة يا ست الكل. اعملي حاجة حلوة كده كليها، ولا حاجة حلوة اشربيها، علشان تقومي كده بطاقة كويسة كده وطاقة حلوة. وخلصنا هنا والحمد لله، خلينا الدنيا زي الفل، روقناها. وعايزه اقول لكم حاجه، انا هنا كنت بكلمكم وانا كنت بعمل الاكل على النار على فكره. يعني بحب لما انا ابدا حاجه او بعمل حاجه بعمل كله 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 ساعتين 3، ببقى الدنيا متروقه والاكل بتاعي معمول وزي الفل، ببقى كده زي الفل وتمام التمام. مين بقى زيي؟ يعني مين زيي بيحب ينجز كده دنيته وحاجته؟ وبعدين بقى لو ورايا مشوار هنزل، ورايا حاجة هعملها، إيه، اخلص بقى شغلي واخلص دنيتي. فانا على قد ما بقدر ما انا بعمل كده. انت كمان تشجعي وشوفي وراكي ايه، وخلي بالك انت بتوحشيني قوي. ها، بتوحشوني بتوحشوني بتوحشوني. إيه يعني انا بحبكم قد الدنيا دي كلها. يا رب تكونوا بتحبوني وبتستفادوا مني. يعني اكيد 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 بديكوا طاقه ايجابيه. فهل انتوا تدوني بقى طاقه ايجابيه دي بقى من كومنتاتكم ومن لايكاتكم علشان اقدر اكمل بيكم. فيلا بينا ندخل على المطبخ ونشوف عم نعمل ايه النهارده. النهارده بنعمل الكنافه الجميله الخطيره. نشوف بقى هنعمل الكنافه ازاي. عملنا هنا الحشو بتاع الكنافه زي ما قلت لكم، انتوا احشوها زي ما انتوا عايزين. كاستر ماشي، كريم كراميل ماشي، كريم جانتي ماشي، بيستاشيو ماشي، زي ما انت بتحبي. احشي زي ما انت عايزه واعملي زي ما انت عايزه. وادي الكنافه اهي، البسبوسه، سوري بسبوسه. ادي الطريقه اهي. حطينا اللبن البودر على الدقيق بتاع البسبوسه ونقعد نقلب حلو جدا كده، وحطينا معلقه بيكنج باودر.
وادي السمنة باللبن. عملناهم ليه على بعض علشان كانت السمنة كانت مجمدة شوية، فحبيتها. طبعا انت عندك ميكرويف شكرا، انت هتستغني عن اللي اتعمل ده، هتحطيها في الميكرويف شوية تسيح، خلاص الدنيا كويسة. تقعدي تقلبي فيها. خلي بالك البسبوسه ما بتتقلبش كتير، ما تقعديش تقلبيها كتير، لو قلبتيها كتير هتبوظ منك، لو اتحطت في عجان هتبوظ منك. هي لازم بايدك، واقل من 5 دقايق، دقيقه دقيقتين وخلاص. تكوني حاطه في الصينيه سمنه كده زي ما احنا شايفين، وتحطي نص الكميه هنا ونص الكميه هنا. هنا ده كيلو دقيق بتاع البسبوسه. ايوه كده اهو، وفردناها وزي الفل. نفرد كده على قد ما بنقدر نفرد، علشان الدنيا تبقى لطيفة معاكي، ميبقاش حتى الشكل سبونشة بقى، وتقعدي بقى تساوي الدنيا دي. شايفين الدنيا كويسة ازاي؟ الحمد لله. الدنيا كانت حلوة وسهلة، وخلصنا يوم النهاردة وعملنا كل حاجة. تقعدي تبططي عليها كده. عندك بقى سبونجة زي ما قلتلك، بلاش ايدك واعمليها بسبونجة، بس لازم اهم حاجة تعمليها بايدك كده قبل ما تعمليها بسبونجة. ليه؟ علشان تبقى كلها سوا واحد، ايدك هتحس بالسوا بتاع البسبوسة اللي انت بتعمليها. لو عايزة اي طريقة اكل، عايزة اي وصفة حلويات، عايزة اي وصفة اكل، اكتبي لي كومنت ونعمل الوصفة مع بعض. ادي البسبوسة اهي، ويلا بينا نعمل السيرم بتاع البسبوسة. حلو جميل. هنجيب حلة على النار، هنحط كوباية سكر، 2 سكر، وادي كوبايتين مية، ونص ليمونة. نسيبها بقى على النار انها تتقلب، وكيس فانيليا علشان الريحة تبقى حلوة، او يعني رشة فانيليا لو عندك فانيليا. نقعد نقلبها كده عشان السكر بس يدوب معاكي. بس كده الدنيا تمام اهي. حلو جدا كده. ونقعد نقلب فيها لغايه السكر ما يسيح، وتسيبيها على النار تغلي، ويبقى يعمل معاكي، يبقى العسل بتاعك يبقى ولا خفيف ولا تقيل، علشان ما تبقاش يعني تجزعش بقى والواحد بياكل كده. اهو تقعدي تقلبي تقلبي، اول ما تحسي ان السكر خلاص داب معاكي، خلاص كده الدنيا كده تمام. حلوة قوي كده. بنبقى مسخنين بقى الفرن، ونبدأ نحط البسبوسة فيها، وأول ما تطلع لازم تسيب بقى السيرم بتاع البسبوسة يبرد شوية، علشان لما تحبي تحطيها باردة على بصي بدأت تستوي اهو. شايفين حلوة وجميلة ازاي؟ ألف هنا وشفا على اللي هياكل، ألف هنا وشفا على اللي هيعمل. اعملي وصفات بجد بجد هتعجبك جدا وهتحبيها. دي معلقة سمنة حطيناها كده علشان تدي بقى دسم كده للعسل. جربي الطريقة وان شاء الله انا واثقة انها تعجبك. ادي البسبوسة اهي لما طلعت، بصوا شايفين شكلها عامل ازاي؟ خطيرة خطيرة. اوعي تقطعيها دلوقتي، هتحطي طبعا العسل دلوقتي اهو، هتشرب منك العسل كله، بس ما تقطعهاش دلوقتي، هتتبهدل منك وتفرول منك. لازم تسيبيها تهدى شوية او تبرد شوية، وتبدأ بقى تقطعيها وتاكليها. بجد خطيرة خطيرة خطيرة. هنا الكمية اللي انا عملتها بقى، اللي انا وريتها لكم دي، عملت صينيتين. ادي الصينية دي، وهنعمل بقى الصينية التانية. بصوا شايفين جميلة ازاي؟
قطعيها بقى كده مربعات، وحطي واعملي بقى جنبها بقى كوباية شاي بلبن، كوباية نسكافيه، وأكلي عيالك بجد حلوة وجميلة. ألف هنا وشفا. بجد بجد بشكركم جدا جدا لو وصلتوا الفيديو لغاية هنا معايا. بحبكم كتير، يا رب تكونوا بتحبوني زي ما انا بحبكم. انتظروا مني فيديوهات حلوة هتستفادوا منها، واكلات حلوة وصفات حلوة. وطبعا زي ما قلت لكم، لو عايزين اي وصفة اكل، عايزين اي حلويات، عايزين اي حاجة، اكتبوا لي كومنت وهعمل لكم الوصفة ونعملها مع بعض. وعايزة أعرف اسم دي اسمها بسبوسة عندنا، وعايزة أعرف اسمها ايه موجودة عندكم، وهل الطريقة دي بتعملوها ولا بتعملوها بطريقة تانية. لو بتعمليها بطريقة تانية اكتبي لي برضو كومنت وعرفيني انتي بتعمليها بالطريقة التانية. بشكركم، بشكركم كتير كتير كتير. وانتظروني فيديوهات جاية كلها جميلة وكل جديد عندنا في قناة ان شاء الله. بحبكم واقول لكم سلام، باي باي.